عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعدتم أوقاتا. هم واجهة بلادنا ومرآة مجتمعنا، يصادفوننا في كل وقت وحين فيختصرون لنا المسافات ويمسحون عناء التعب عنا، يفدون لنا أجل الخدمات ويبتسمون، يهبوننا الوقت والجهد ولا يتأففون، يجوبون الطرقات ليلا نهارا بلا كلل ولا ملل، سعيا لكسب رزق أوفر وتأمينا للقمة عيش أفضل. ضيوف حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج باب البحر هم شباب يدركون مسؤولية القيادة بكل أخلاقها ومبادئها. سنخصهم هذه الحلقة ألا وهم شبابنا من سائقي الركوبة العامة بمساحة حوارية تتسم بالصراحة وتنفرد بالرأي والرأي الآخر. تابعوا معنا أولا هذا التقرير، بعد ذلك سنعود للتحاور معهم. تعتبر وسائل الركوبة العامة واحدة من أكثر وسائل النقل أهمية في عصرنا الحديث، كونها باتت تختصر للمواطن فكرة الزمان والمكان وتساهم في التخفيف من معاناته، فيما يعتبر سائق التاكسي وجها من وجوه الوطن ويعكس القيم الحضارية والدينية والأعراف والتقاليد الليبية، وهو وجه التعامل الأول مع السائح القادم إلينا، على أن تلك الصورة التي يفترض أن تكون مشرفة حيال هذا القطاع شوهتها العديد من المشاهد الغير سليمة، مع انتشار عدد كبير من الشباب للعمل وراء مقود وسائل الركوبة العامة بعدما كانت مهنة مقتصرة على كبار السن، فارتفعت حصيلة حوادث السير القاتلة في هذا القطاع، وأخذت نسبة المخالفات المرورية في ازدياد، وتراجعت في المقابل عملية الالتزام بالضوابط الاجتماعية والتلاعب بتسعيرة النقل واستغلال الراكب الأجنبي، وخروج بعض الشباب الدخلاء على هذه المهنة عن اللياقة العامة، ما انعكس ذلك على مختلف العاملين في هذا القطاع، ما وضع نقابة سائقي الركوبة العامة والحرس البلدي والمرور ودوريات النجدة في حالة استنفار دائمة لضبط تلك التجاوزات والحد منها ما أمكن، وهو ما بدأ يطرح التساؤلات حول من يتحمل مسؤولية تلك الصورة القاتمة التي بدأت تضلل هذا القطاع، وكيف ينظر سائقو التاكسي من الشباب لكل تلك التهم المنسوبة إليهم. إذا أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. شفنا مع بعضنا التقرير، حيكون لنا تعقيب على التقرير، ولكن اسمحوا لي ببدء أن أرحب بضيوفي الأكارم شبابنا سائقي الركوبة العامة. على يميني أشرف نجم نجومة، باسم مصطفى، سليمان إبراهيم، وعلى يساري إبراهيم الجماعي، طارق السرماني، ومنصور العزومي. أهلا ومرحبا بكم جميعا يا شباب. أشرف، سأتوجه إليك بالسؤال. أولا، سائقي الركوبة العامة زي ما نعرف هم واجهة البلاد إذا ما قصدنا الآخر زائرا. حقيقة يسجل عليكم بعض الناس مجموعة من الملاحظات، أبرزها وأهمها عدم اهتمامكم بالقياسة بالمظهر العام وبنظافة وشكل السيارة عموما، سيارة النقل العام. فيعني إلى أي مدى أنتم يعني تعتبروا لمثل هذه الحيثيات ولهذه الملاحظات؟ من اللي مفترض أنه هو يعني زي ما قلت أنت أنه هو يكون مراعي مسألة الكتيب؟ طبعا النقابة، هذه دور النقابة اللي جايب دور حرس بلدي، دور النقابة هذا، لأن احنا خدناه برسالة من النقابة. أنا واحد ناس عندي الفحص الفني ضايح، مشيت نجدد الفحص الفني، قالوا لي تمشي لازم تركب عداد، جيب لنا رسالة نجددوا لك احنا الفحص. أسرة البرنامج يا أخت حنان كله فرصتك قصدي سعيدة الليلة، وطموحاتي إني كشاب يعني كسائق بشاب إن يديروا لنا جهاز واحد بس يخلصنا مسؤول عليكم، مسؤول عن الركوبة. هذه طموحاتي. حقيقة كل تساؤلاتكم هذه وكل استفساراتكم وكل ملاحظاتكم حقيقة نتمنى أن تجد من خلال هذا المنبر أذان صاغية لدى الجهات التي يهمها الأمر. في دوري أتوجه لكم بالشكر أشرف نجم نجومة، باسم مصطفى، سليمان إبراهيم الجماعي، طارق السرماني، ومنصور العزومي. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا المشاهدين، لا تنسوا أن تراسلونا على إيميل البرنامج باب البحر @الليبية.tv. أيضا يمكنكم الاتصال بنا عبر رقم البرنامج 092 206 13 32 092 206 13 32. أعزائنا المشاهدين، حقيقة نحن هنا ومن خلال هذا المنبر الإعلامي نقول لا نتبنى أي آراء شبابنا الذين نستضيفهم تباعا عبر برنامج باب البحر يعبروا بالدرجة الأولى عن وجهة نظرهم الشخصية، وما نحن هنا إلا نكون بمثابة حلقة الوصل ما بين المتلقي وما بين منبر الإعلام.
أعزائنا المشاهدين، شبابنا سائقو الركوبة العامة قد نلومهم أحيانا، إلا أننا لا نقصد بذلك إلا عتابهم، فالعتاب كما يقولون صابون القلوب، وقد نلتمس لهم العذر أحيانا أخرى، إلا أننا نوليهم المسؤولية تجاه وطنهم الذي لطالما نبضت أفئدتهم بحب. شكرا لكم وإلى اللقاء.